في علامات مبكرة للجلطة الدموية بالدماغ قد تنقذ الحياة إذ لم نسارع في إنقاذ المريض كما قال الأطباء والخبراء في هذا الأمر. بتحدث جلطة الدماغ عندما يتكون تجمع دموي داخل أحد الأوعية التي تغذي الدماغ، مما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الخلايا العصبية. في هذه الحالة بتعد من الطوارئ الطبية الخطيرة التي ينبغي اللحاق بها قبل فوات الأوان، لأن الدماغ بيعتمد بشكل أساسي على الإمداد المستمر بالأكسجين، وأي انقطاع ولو لفترة قصيرة قد يسبب تلفا دائما في الأنسجة العصبية، وده وفقا لتقرير صحي خطير حديث نشره موقع هيلث الذي يؤكد أن هذه الحالة بتعد أحد أشكال السكتة الدماغية التي تنشأ نتيجة انسداد شريان دماغي بجلطة، وقد ينتج عنها مضاعفات خطيرة زي ضعف الحركة واضطرابات الكلام. بتلاقي الإنسان مش قادر يتحرك ولا قادر يتكلم، وفقدان القدرة على الرؤية، حتى نظره ضعيف جدا، خصوصا إذ لم يتم التدخل الطبي السريع. في أعراض بتشير لاحتمال حدوث جلطة دماغية لا قدر الله. بتختلف العلامات التي تظهر على المصاب، ولكن هناك مجموعة من المؤشرات التي تتكرر في أغلب الحالات كما يقول الأطباء، من الصداع الشديد اللي بيظهر فجأة بدون سبب واضح، وضعف أو شلل في جانب واحد من الجسم، تلاقي في ضعف مش قادر تتحرك جسمك أو الجزء الأيمن من الجسم، صعوبة النطق أو عدم القدرة على فهم الكلام، وارتخاء أو تدلل في إحدى جانبي الفم، بتلاقي الفم بتاعك مش قادر تتحدث وتتكلم، اضطراب مفاجئ في الرؤية، فقدان التوازن أو الشعور بدوار شديد. في بعض الأحيان قد تبدو هذه الأعراض غير واضحة أو تتشابه مع مشاكل صحية أخرى، لذلك يعد ظهور أكثر من عرض في الوقت نفسه مؤشر يستدعي التدخل الطبي فورا. كيف يتم التأكد أو تأكيد التشخيص؟ الطبيب ده بيعتمد على تقييم الأعراض. أولا بيتطلب مجموعة من الفحوصات والإشعاعات والتحاليل للتأكد من وجود جلطة داخل الدماغ. هذه الفحوصات بتساعد في تحديد مكانها وحجمها بدقة. أيضا بيحتاج صورة دم كاملة، بيحتاج اختبارات تخثر دم، بيحتاج قياس مستوى مؤشر دايمر المرتبط بوجود جلطات، وطبعا أشعة بالرنين المغناطيسي على الدماغ، وتصوير مقطعي المحوسب، وأيضا تصوير الأوعية الدموية والأوردة الدماغية، والفحص بالموجات فوق الصوتية في بعض الحالات. هذه الفحوصات مجمعة بتساعد الطبيب على تحديد السبب ووضع الخطة العلاجية المناسبة بأسرع وقت. إيه عوامل بتزيد احتمالية الإصابة بجلطة الدماغ؟ طبعا قد تحدث جلطة الدماغ لدى أشخاص يتمتعون بصحة جيدة، يعني أنت إنسان عادي في حياتك ممكن يجي لك لا قدر الله جلطة في الدماغ، إلا أن هناك حالات صحية وعوامل معينة بترفع حدوثها بشكل ملحوظ. من أبرزها الناس اللي عندها ضغط دم مرتفع، الناس اللي عندها زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، الناس اللي وزنها تخين وتقيل اللي هي السمنة، في الناس اللي عندها اضطرابات في القلب مثل اعتلال عضلة القلب أو التهاب غشاء القلب، السيدات الحوامل، استخدام حبوب منع الحمل، الجفاف الشديد، تعاطي بعض المواد المخدرة اللي هم المدمنين، اضطراب تجلط الدم. طبعا لابد من الخضوع لإجراءات طبية داخل الجهاز العصبي، كما ترتفع الخطورة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية. العلاج بيعتمد على سرعة الوصول إلى المستشفى، لأن الدقائق الأولى بعد ظهور الأعراض بتعد حاسمة في تقليل الضرر أو إكثاره الذي يلحق بخلايا الدماغ. طبعا لابد من طبيب في الغالب بيديك أدوية مضادة للتخثر عبر الوريد لمنع استمرار تكون الجلطة وغيرها من الأشياء. طيب بعد العلاج لابد أن يكون هناك متابعة للمريض. طبعا بيبقى المريض تحت الملاحظة داخل المستشفى لعدة أيام للتأكد من استقرار الدورة الدموية، فضلا عن العلاج الطبيعي الذي لابد أن يمارسه المريض لتحسين الحركة وعلاج النطق لاستعادة القدرة على الكلام، وبرامج تأهيل عصبي، ودي برامج مهمة جدا لاستعادة الوظائف الإدراكية، وتختلف شدة المضاعفات من شخص لآخر، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على مادة نقص الأكسجين الذي تعرض لها الدماغ وحجم المنطقة المتضررة. حفظكم الله، شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.